أنا ومجموعة من الأصدقاء قررنا كنا عايزين نروح إسكندرية for the first time. بس كان عندنا مشكلة في إن إحنا عايزين نشوف هنسكن فين هناك أو هنقعد فين ال3 أو 4 أيام اللي كنا هنروح نقعد فيهم في إسكندرية، وطبعًا مش هنقدر نروح فنادق لإن إحنا ناس غلابة شحاتين، كنا من 3 سنين يعني كنا كده، وما زلنا دلوقتي شحاتين برضه عشان تبقى فاهم الموضوع ده. المهم كان في application موجود اسمه Airbnb، ده application الناس فيه في مختلف المحافظات بتعرض شقق أو فِلَل للإيجار، بمعنى إن أنا مثلًا لو معايا شقة مثلًا في الغردقة ممكن أصوّر الشقة بتاعتي وأنزّلها على الapplication ده، وأقول للناس إن أنا الشقة دي متاحة إنك أنت تأجرها عن طريق إنك تتواصل معايا وهاخد منك كذا في الليلة، بالدولار يا معلم، هتاخد بالدولار. بيبقى بالنسبة لك مصدر دخل تاني، بدل ما الشقة بتاعتك مرمية كده مش بتستخدمها، مش بتعمل فيها أي حاجة، فبيبقى بالنسبة لك مصدر دخل. إن Airbnb ده هي كمان بتخلّيك أنت كراجل عايز تأجّر الشقة دي، بتعرّفك على ناس وبتشوف ريفيوهات لناس المؤجّرين، بتشوف ريفيوهات للناس اللي قبل كده استأجرت الشقة دي وقالت إن الراجل المؤجّر ده كويس جدًا، الشقة نضيفة.